واحد صاحبنا عدى بمواقف وحاجات كتير قوي في الدنيا، فبيسمي نفسه دلوقتي ان هو انسان عنده خبره. بيقول لي يا هيثم المواقف دي علمتني معنى كلمه الادراك، فدلوقتي هو شايف نفسه ان هو بني ادم عميق وبيعرف يشوف كل اللي جوه الناس. طب يا سيدي العمق بتاعك ده علمك ايه؟ قال لي انا بصراحه كل اللي شفته جوه الناس غالبيته مش كويس، فقررت ان انا ما ادخلش حد حياتي الشخصيه خالص. الناس الوحيده اللي استفادت فعلا من المواقف اللي حصلت لها او اللي حصلت لغيرها وبصت فعلا في الدنيا وفهمتها صح، هي هتوصل لنتيجه معينه. هي البني ادم فينا كل ما كان واعي اكتر كل ما كان لطيف اكتر. فمثلا انت او انتي قابلتوا حد كده طلع مش كويس وفهمتوه كويس من جواه ولقيتوا بني ادم ده كده جواه شر. بيظهر لنا هنا اتنين، واحد بيقول انا شاطر وعرفت كل حاجه فيه من غير ما اتعامل معاه من الاول وقريته مظبوط، والتاني بيقول الشر اللي فيه ده اكيد حصل من مواقف هو عدى بيها كتير والحمد لله انها ما جاتش فيا. هنا ما بيكونش مطلوب منه انه يحلل البني ادم اللي قدامه او يعالجه، هو هنا بس وصل لمرحله وعي كويسه خليته يطبطب على نفسه ويقول الحمد لله ان انا مش زيه. وده اللي بيكون لطيف فعلا. الناس اللطيفة دي بتمشي تطبطب على الناس ما يفرقش معهم كان كويس أو وحش، إنما هم فاهمين كويس أوي إن في حاجات كتير هم حسوا بيها في غيرهم برضه عنده زيها، وفي حاجات تانية هم ما شافوهاش وبيقولوا الحمد لله إن أنا ما عدتش عليهم. وبيكونوا فاهمين كويس أوي إن كل حاجة بتسيب أثر وإن القسوة ما بتليقش إلا بالناقص. الوعي المظبوط بيجي من القلب أكتر من العقل، وأصحابه بيختاروا دايما السلام على الانتصار والرحمة عن الغضب. فالناس اللي شايفة ان هي عدت بمواقف كتير وخلتها عميقة وفاهمة كل حاجة في البني ادمين، واختاروا قرار ان هم يكون معاملاتهم سطحية ويبعدوا عن كل الناس، احسن لهم في رأيي يطبطبوا على نفسهم في اللي هم عدوا بيه ويطبطبوا على غيرهم ويقولوا الحمد لله عشان هم ما عدوش باللي هم شافوه. وصدقني لما اقولك ان اقوى واشرس معركة ممكن تعدي بيها في حياتك كلها هي انك تحافظ على قلبك نظيف وسط حاجات كتير قوي بتشوفها. لو عدى بيك وقت مش كويس في الدنيا وخسرت، اوعى تخسر نفسك. انت لو عشت بروح مهزومة انت خسران مهما كانت مكاسبك في الدنيا. وبعدين اهدى كده، اصلا في الدنيا كل حاجة مؤقتة، لا حلو مكمل ولا وحش مسيطر. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر في المستقبل. اشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.